ايوه طبعا لا تمام. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ايه ده، يا نهار اسود، ايه ده؟ هل مش سهل في 2025 اني اشتري في بي ان؟ طب ليه لازم؟ طب ليه مش اللي ببلاش؟ طب ايه اصلا الفي بي ان؟ كل ده هنتكلم فيه النهارده وبالتفصيل. النهارده انا مش جاي اتكلم عن اعلانات او نوع معين من الفي بي ان، انا ولا مدفوع لي ولا معمول لي سبونسر، وده مش اعلان، لكن هقول بعض الاسامي من انواع الفي بي ان، وده لاسباب معينه هنتكلم فيها. اكيد في يوم من الايام وانتوا قاعدين مع نفسكم كده قعدتوا تفكروا هو انا ليه ممكن اشتري في بي ان؟ ايه الناس العبيطه اللي بتروح تدفع في بي ان قد كده واصلا عندنا اكستنشنز ببلاش مثلا على كروم ولا فايرفوكس، ليه ممكن اروح ادفع فيه فلوس وهو بيعمل لي ايه اصلا؟ هو ايه اصلا الفي بي ان؟ والفي بي ان ده بيشتغل ازاي؟ الفي بي ان يا سيدي اختصار لفيرتشوال برايفت نتورك. تخيل كده نفسك راجل باشا قاعد في كافيه زي ما شفت في اول الفيديو، حاطط رجل على رجل، طالب الكابتشينو بتاعك، بتفتح اللابتوب وبتفتح الواي فاي وبتبص على البابليك نتوركس اللي موجوده، ولقيت واي فاي ببلاش، قلت الله احمدك يا رب اخيرا واي فاي ببلاش، هو في لسه ناس طيبه كده، ورحت عامل كونكت ولا سالك على باسورد ولا اي حاجه، وانت داخل تشتري شويه حاجات اونلاين وتحط الفيزا بتاعتك، وهوب لقيت نفسك اتسرقت وما تعرفش اتسرقت ازاي ولا عرفوا الفيزا بتاعتك دي اتاخدت ازاي. طريقه التجسس دي او طريقه الهاكينج دي اسمها ذا مان ان ذا ميدل، او الراجل اللي في الوسط. يعني ايه الكلام ده؟ تخيل نفسك كده، وتتخيل ليه، تعال اوريك. تخيل نفسك كده راجل محترم قاعد في الكافيه تشرب الكابتشينو بتاعك، فاتح اللابتوب وفاكر نفسك داخل على نتورك، وانت عمال تقول لي ايه يا عم ده ويب سايت اتش تي بي اس، ده ويب سايت محترم، ده بتاع البنك، ده انا اعرفه، ده ويب سايت مش عارف ايه بشتري منه اونلاين على طول، انا عارفه انا واثق فيه، وداخل على الويب سايت الفلاني www ماشي اونلاين. اللي انت ما تعرفوش يا سيدي ان اللي انت داخل عليه النتورك دي مش بتاعت الكافيه اللي انت قاعد فيه، ده راجل لابس نظاره، راجل هاكر كده قاعد باللابتوب بتاعه وقاعد بيستلم منك الريكوستات اللي رايحه للويب سايت، فانت فاكر ان انت داخل على الواي فاي بتاع الكافيه، ولكن انت داخل على الواي فاي بتاع الراجل الهاكر اللي عامل نفسه كافيه وعمل واي فاي باسم الكافيه عشان اي حد يخش عنده ويبدا ينتحل شخصيته ويسرق بياناته. فانت بتيجي تبعت اي حاجه بتبعت للراجل ده، والراجل ده بيستلم، والويب سايت بعد كده يرد على الراجل، والراجل ده يرجع لك. ما علينا من الدايره دي، ما علينا ايه اللي بيحصل في النص، ما علينا الراجل ده عملها ازاي، دي مش مشكلتنا، ولكن هي مشكله ان انت صدقت ان في حاجه ببلاش، واي حاجه ببلاش بتكون انت السلعه، وبالتالي يجي هنا دور الفي بي ان. الفي بي ان ده بقى يعني ايه؟ احنا قلنا فيرتشوال برايفت نتورك. الفي بي ان ده يا سيدي بيعمل نفق، النفق ده بيوصلك بينك وبين الويب سايت اللي انت بتكلمه. فتعالى نبص كده، لو ده نفس الويب سايت اللي انت كنت داخل عليه، بدل ما كنت بتكلمه دايركت بقيت بتكلمه من خلال نفق الفي بي ان عامله لك. انت ليك حاجه اسمها عنوان او اي بي ادرس، الاي بي ادرس بتاعك ده بيقول انت مكانك فين في الدنيا. الويب سايت اللي انت بتخش عليه مثلا جوجل دوت كوم، جوجل دوت كوم ده انت بتخش عليه ده اسم الدومين، الدومين ده وراه اي بي برضو ادرس زي جهازك بالظبط، والاي بي ادرس بتاع جوجل برضو بيقول السيرفر بتاعه مثلا فين، ولكن احنا عشان ما بنحفظش ارقام فبنكتب اسامي دومينز www.google.com، ده بيودينا على اي بي معين، مش مشكلتنا الاي بي ده فين، ومش مشكلتنا نحفظه لان بقى في حاجه اسمها دومين. ما علينا، بمجرد ما بتخش على الفي بي ان، الفي بي ان بيخيرك بين بلاد معينه انت بتختارها، وبالتالي بيبدا يخفي الهويه بتاعتك الاصليه. انت مثلا من الكويت وانت داخل دلوقتي من امريكا، فانت ضاحك على الانترنت فاكرك جاي من امريكا ده مثلا، فانت الاي بي بتاعك اتغير وبقيت جاي من امريكا، وبتكلم سيرفرات الفي بي ان، الفي بي ان ياخد الريكوست بتاعك يشفره وما بقاش مفهوم، ياخده يوديه للويب سايت اللي انت رايحه، والويب سايت يرد على الفي بي ان، والفي بي ان يرد عليك. اللي رد بيه الويب سايت اللي بيكلمك ده برضه متشفر وراح رجع لك تاني. كل حاجه بتحصل في النص في النفق ده متشفره، يعني سواء مقدم الخدمه بتاعك الانترنت سيرفيس بروفايدر، او المان ان ذا ميدل اللي فتح لك الواي فاي في الكافيه وانت فاكره ببلاش، او اي حد قاعد بيتجسس عليه، لو عرف ووصل للداتا بتاعتك وانت فاتح الفي بي ان هتبقى كلها مشفره، مش هيتفهم منها كلمه. وده دور الفي بي ان الاساسي، ان هو بيعمل تانل او نفق يخفي فيه بياناتك وكلها تبقى مشفرة، وبالتالي يصعب التجسس عليك او يصعب انتحال شخصيتك او سرقة بياناتك اونلاين. بس هو ده الفي بي ان. نشيل بقى القلم ونكمل كده. هل بعد ما فتحت الفي بي ان بقى مستحيل سرقة بياناتك؟ للأسف في التكنولوجيا اللي احنا فيها وفي التقدم اللي احنا فيه مفيش حاجة مستحيلة، ولكن بيبقى شبه مستحيل، لانه بيحميك بنسبة كبيرة جدا جدا، وان هو بيشفر بياناتك بطريقة
يصعب فكها او يصعب انها تتفهم. طب يا سيدي شكرا، انا هقفل الفيديو، انا ولا بروح كافيهات ولا بفتح بابليك واي فاي ولا بعمل الكلام ده خالص، فشكرا انا مش محتاج الواي فاي، يلا اقفل الفيديو مع السلامه، انا مش محتاجك، انت مين اصلا، يلا شكرا. استنى اهدى كده افهمك، هي مش دي فايدته الوحيده على فكره، مش المان ان ذا ميدل بس اللي ممكن يتجسس على بياناتك. انت عارف ان ممكن يكون الطعنه جايه لك من اقرب الناس ليك. الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر لو سمعته مش قد كده ممكن يكون بيبني لك ملف معين او بروفايل ليك في كل الصفح اللي انت بتزورها، حتى لو هو مش عارف يتجسس على اللي جوه الصفحه دي عشان سكيورد و HTTPS، ولكن عارف انت بتزور ايه بالظبط، ويعمل لك بروفايل دي الويب سايتس اللي الشخص فلان الفلاني بيزورها كل يوم. وبالتالي لما تيجي شركة اعلانات كبيرة عايزة تعرف اروح ابيع لمين، يروح للاي اس بي او مقدم الخدمة يقول له انا عايز ملفات ناس مهتمة بالحاجة الفلانية، يروح قايل له اتفضل يا باشا على طبق من ذهب، ادي ملفات الناس كلها اللي مهتمه بالمنتج بتاعك، اتفضل بيع. تاني حاجه، انت عارف لو انت فكرت تسافر بره وعايز تحجز فنادق باقل سعر او طيران باقل سعر، هنا تيجي فايده برضو الفي بي ان. انت ممكن من خلال الفي بي ان تدخل على البلد اللي انت مسافر لها وتبدا تشوف مثلا في بوكينج ارخص اسعار الفنادق بالطريقه دي، او ممكن مثلا تخش تشوف اسعار التذاكر من 2 كمبيوترز مختلفين، واحد انت فاتح فيه الفي بي ان للبلد اللي انت رايحها وفاتح فيه سكاي سكانر عشان تشوف اسعار التذاكر، والكمبيوتر التاني مش مفتوح فيه الفي بي ان وفاتح من البلد اللي انت فيها عادي وعايز تشوف برضه اسعار التذاكر. ممكن تلاقي في فرق بال 2000 و 3000 جنيه. وهوريكم مثال، دلوقتي انا فاتح الفي بي ان كاني في لندن، لو انا عايز اتاكد انا فين بالظبط والفي بي ان شغال ولا لا، اخش على whatismyipaddress.com بيقول لك بالظبط انت داخل منين. فتعال نجرب، بيقول لي ان انا في لندن انجلند، زي الفل. تعالى بقى من الناحيه الثانيه skyscanner.com، هقول لسكاي سكانر انا عايز اسافر من القاهره للندن، وتعالوا نشوف فرق الاسعار من القاهره للندن. ماشي، في مطارين، هنختار اول مطار LHR، هنسافر يوم، ماشي يوم رخيص مثلا 4/6. 4/6 انا مش عايز طياره عوده، انا عايز نفر واحد بس كده، تمام شكرا. هيبدأ يطلع لي أسعار، يقول لي مثلا مصر الطيران واقفة عليا ب10,420 دايركت، طيارة دايركت، وطيارة تانية ب10,400 برضو و70، تمام. وفي بقى طيارات تانية بأسعار مختلفة. تعالوا بقى نشوف الفي بي ان. هخش برضو على سكاي سكانر، هروح من القاهرة للندن، هنسافر يوم 4/6. المفروض نلاقي طيارات شبه بعض، ولكن حتى لو تلاحظوا دلوقتي ترتيب الطيارات اختلف، هو المفروض بيطلع لك من الأرخص للأغلى. في الكمبيوتر اللي ما كانش مفتوح فيه في بي ان كان مطلع أول حاجة مصر الطيران، دلوقتي الموضوع اختلف، مطلع دلوقتي بريتش ايرويز أو الطيارات بتاعت بريطانيا هي أول حاجة طالعة، ودي لو بصينا عليها في اللابتوب التاني هتلاقوها رقم 3، ولكن هنا هي رقم 1 ب 153 باوندز. زي ما انتم شايفين كده احنا كده موفرين 400 جنيه لو احنا حجزنا التيكت من هنا. طبعا انا مش بتكلم على اي ضرائب بتدفع للبنوك، انا بتكلم كاني دفعت، انا بقارن لك السعر من غير اي حاجه، السعر ساده كده من غير اي حاجه محطوط عليها، فرق 400 جنيه. احنا كده بنتكلم في حاجه بسيطه كده، ايه، تذاكر طيران. تعالوا نشوف بوكينج، هنخش على booking.com هنا وهنا، هنشوف في لندن برضو هنقول بقى نفس التاريخ من 4/6 ل 8/6، ادلت واحد مفيش غيري. هنخش هنا هنقول لندن من يوم 4/6 ل 8/6، ادلت واحد مفيش غيري، ونبدأ نبص على الأسعار. هنا بقى في مشكلة، هنا قافش أنا جاي منين عشان أنا عامل لوج إن، فأنا هفتح انكوجنيتو، عايز أروح لندن، هنتشيك ان 4/8، بدأ يطلع حاجات مختلفة بين الاتنين. فأول كمبيوتر كان عندي أرخص واحد اسمه ذا ديلكس باربيكان دوبلكس، ده كان ب97,000 جنيه الأربع ليالي. زي ما قلنا كده احنا رايحين منين؟ في عندي فندق، طبعا أنا شفت أول واحد وطلع السعر هو فسبته وبصيت على تاني واحد. وهي دي فايدة الفي بي ان، انت عندك الاوبشنز ان انت تدور، مش هتلاقي كله دايما ارخص، انت لازم تدور وتتعب وتشوف. ذا كلارندن هوتيل 3 نجوم ب 28,800. جيت ابص بقى وانا فاتح الفي بي ان في نفس المده في نفس كل حاجه 4 ليالي ب 429 باوندز. ال 429 دول ب 28,100، يعني انا كاني موفر 700 جنيه. ودي حلاوه الفي بي ان. تالت حاجه بقى، لو انت راجل مهتم بالاونلاين ستريمينج بلاتفورمز زي مثلا نتفليكس مثلا، وداخل فاكر ان انت في فيلم معين كان جوه نتفليكس والفيلم ده انا شفته وجيت اخش على نتفليكس قال لي ده مش موجود للبلد بتاعتك او ما لقيتهوش. الكلام ده عشان في حاجه اسمها جيو بلوكينج. يعني ايه جيو بلوكينج؟ مثلا نتفليكس عامل ديل معينه ان هو مثلا مسلسل فريندز ما يتعرضش غير في امريكا ومصر والبحرين،
مثلا، وبالتالي اي حد من اي بلد تانية هيخش يحاول يشوف فريندز مش هيلاقيه، فتروح فاتح الفي بي ان وتعمل نفسك منين؟ من امريكا او من مصر او من البحرين، تخش تلاقي فريندز شغال عادي. ودي تبقى تالت فايده للفي بي ان، وبكده تقدر تتفرج على اي كونتنت انت عايزه اونلاين زي الفل. انا اروح بقى ادور لي على اكستنشن ببلاش انزله واتفرج على اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه وابقى سكيورد وخلاص كده. استنى بس ما تتهورش، قبل ما اقول لك على الفرق بين اللي ببلاش واللي بفلوس ما تنساش السبسكرايب عشان تساعدني نبقى اكبر تك كوميونتي موجود في العالم كله. انا عارف ان انت نفسك تنزله ببلاش، ولكن زي ما قلت لك في اول الفيديو، لو هي ببلاش فتاكد ان انت السلعه. في حاجه معروفه في الفي بي ان اسمها نو لوج في بي ان. يعني ايه نو لوج في بي ان؟ في بي انز معينه بتدعي انها ما عندهاش لوجز خالص لاي حد، يعني شركه الفي بي ان نفسها ما تعرفش انت مين، ما تعرفش تقرا الداتا بتاعتك، ما عندهاش حاجه عنك تماما خالص. طب هل الادعاء ده مظبوط؟ اصدقه منين؟ هي بتقول ان انا نو لوج في بي ان، حتى الفري دول ممكن يقولوا ان انا نو لوج في بي ان. اصدقه ازاي؟ بيعملوا حاجه اسمها اكسترنال اوديتنج، والاكسترنال اوديتنج ده بيتم من شركات خارجيه تماما ملهاش علاقه بصاحب شركه الفي بي ان. شركات معروفه زي مثلا ديلويت او بي دبليو سي او كي بي ام جي، ودي شركات متخصصه في انها تشوف الادعاء بتاعك اللي انت بتقوله، بتدفع لها فلوس كتير جدا وتقول لها انا بقول ان 1 2 3 وبقول ان انا نو لوج في بي ان، واي حد هيخش عندي هيبقى سكيورد تماما وانا مش بشيل الداتا بتاعت اي يوزر. تقدر انت يا شركه المراجعه تتحقق من اللي انا بقوله ده وتديني الابروفل، تختم لي ان انا تمام نو لوج في بي ان؟ يروح مدفع له فلوس ويروح شركه المراجعه تشوف كده الكلام ده، ديلويت وبي دبليو سي والشركات الكبيره دي، وتقول له ابروفد يا باشا انت تمام. طب هل بقى الاوديتنج ده بيتم ببلاش؟ لا خالص. الاكسترنال اوديتنج والشركات الكبيره دي بتعمل المراجعه دي بفلوس كتيره جدا 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 بالالاف. فهل يا صديقي شركه الفي بي ان هتقدم لك الفي بي ان ده ببلاش بعد الاوديتنج وبعد الفلوس اللي اتدفعت فيها دي كلها؟ اكيد في حاجه صح. الحاجه دي هي ان الفي بي ان الشركات اللي ببلاش 84% منها مالوير او فيروسز، والباقي من 84% في منهم كويسين، ولكن في منهم بيدعي ان هو نو لوج وهو بيخزن عنك كل حاجه وانت بتتصفح. وزي ما اتفقنا مش شرط يشوف اللي انت بتعمله جوه الويب سايت، مش شرط خالص، ولكن هو عارف انت دخلت فين وطلعت منين ورحت فين. يجي كده يروح واخد المعلومات بتاعتك، وفي اول ما زاد لاكبر مشتري يقول له اتفضل بيانات العميل دي. خلي بالك ان ممكن يبقى في بي ان ومدفوع وبيقول ان هو نو لوجز بس ما عندوش اكسترنال اوديتنج. ومين يشهد للعروسه؟ انا اضمن منين ان حضرتك ما بتخزنش بياناتي؟ اذا كنت انتوا الشركه صاحبه الفي بي ان انتوا اللي بتعملوا لنفسكم الاوديتنج، انا صدقكم ازاي؟ فنرجع يا صديقي للسؤال الاساسي بتاعنا، وهو هل مستاهله ادفع في 2025 لفي بي ان ولا لا؟ والاجابه ببساطه هي لو على حسب احتياجاتك طبعا. في الاول، هل انت مهتم بالخصوصيه وانت اونلاين؟ هل مهتم ان مفيش حد يعرف حتى مقدم الخدمه بتاعك انت بتخش على ايه ولا بتعمل ايه اونلاين؟ ولا انت انا مش قصدي على الحاجات اللي انت بتعملها اونلاين، انا ماليش دعوه بالحاجات دي، انا بتكلم في العادي. هل انت خايف من انتهاك الخصوصيه وان انت ما يبقاش ليك اي برايفسي اونلاين؟ فالفي بي ان مهم. هل انت خايف من الهاكينج وانت قاعد في كافيهات وبتروح كافيهات كتير وبتخش على بابليك واي فايز او مطارات مثلا وانت مسافر؟ فالفي بي ان مهم. هل انت بتهتم بالاونلاين ستريمينج ومهتم بان انت تخش من بلاد معينه عشان تشوف افلام او مسلسلات معينه انت بتحبها؟ فساعتها الفي بي ان مهم. او طبعا لو بتسافر كتير برضو وعايز اقل سعر التذاكر سواء الطيران او اقل سعر لحجز الفنادق، فبرضو الفي بي ان ساعتها هيكون مهم. وما تنساش طبعا ان احنا كل ما بنتقدم واحنا دلوقتي في 2025 طرق ووسائل التعقب بتزيد، وان انا اوصل لحد بتبقى اسهل واسهل، وعلشان كده الفي بي ان برضو مهم. دي حاجه شخصيه وحاجه ترجع لك. انا هقول لك انا اشتركت في ايه، وده مش اعلان، ده عشان انا شفته بالنسبه لي كان ارخص. انا كنت بقارن بين نورد في بي ان واكسبريس في بي ان. في الوقت اللي انا اشتريت فيه، في الوقت اللي انا اشتركت فيه، كان اكسبريس في بي ان ارخص شويه من نورد في بي ان. الاثنين تم عليهم اكسترنال اوديتنج، وفي حاجات كتير على فكره محترمه جدا، مش الاسمين دول بس، زي برايفت انترنت اكسس وسيرف شارك وحاجات تانية كتير معروفه وتم عليها اكسترنال اوديتنج. ولكن ده اللي انا شفته، ده اللي انا استريحت له. عادي خالص تشترك في اللي انت عايزه، دي بتاعتك انت. ده لو كنت مهتم بالفي بي ان. ولكن بقى لو كنت مهتم بمستقبل البطاريات والتطور الرهيب اللي بيحصل، فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو كنت لسه بقى مش عارف الفرق بين الواي فاي 2.4 وال5 جيجا هرتز، فما تنساش تشوف الفيديو ده. واخيرا اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد واشوفكم في فيديو جديد.